السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة في الله. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك إن شاء الله كل جديد مني. أنا أختكم منادر ودي قناتي. يا رب القناة تعجبكم إن شاء الله كده، اشتركي فيها كده وفعلي الجرس علشان القناة بإذن الله تكبر بيكم وليكم. ربنا يرضيكم ويرضيكم ويرضى عنكم يا رب، اللهم امين. يا رب يكبر بخواطركم، يا رب ترزق كل مشتاق بما يشتاق، يا رب ترزق كل مشتاق بما يشتاق. ربنا يوسع ارزاقكم يا رب، ويكرمكم ويكرمكم من فضله، ويرزقكم الخير والبركة وراحة البال والستر أهم من أي حاجة. طبعا الفيديو باذن الله هينزل لكم بالليل، عشان كده بقول لكم مساء كل حاجه حلوه، مساء السعاده ومساء الهنا ومساء مليان حب ومليان طاعه في الله باذن الله، ومساء كله بصوا اقول لكم بس مساء كل حاجه حلوه، كل خيرات الدنيا كلها يا رب تكون بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين. فيديو النهارده كده حلو ما شاء الله، فيديو روتين كده معاكم النهارده، فيديو سهل وبسيط وسريع كمان. كان عندي شويه هدوم كده كنت مصبنه يعني، كنت حاطه هدوم للولاد كده وفرش فرش السراير او طقمين سراير كده والدفايات، قلت كنت غسلاهم يعني، فقلت اما اطبق الهدوم معاكم ونتكلم شويه كده النهارده ونعمل روتين حلو قوي النهارده باذن الله، يجيبك كده كله نشاط وكله حماس وكله طاقه ايجابيه. لو انت مكسله كده ولا نفسك مسدوده ولا اي حاجه، قومي اتنشطي كده كده في الفيديو كده ان شاء الله يعجبك، وتنشطي كده وقومي شوفي اللي وراكي يا حبيبه قلبي. طبعا الجو برد، احنا مش هنقوم نشوف اللي ورانا ونشوف شغل بيتنا، ان شاء الله نعمل كل حاجه وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. يومنا يوم طبيعي ويوم سهل وبسيط، يوم الروتين بتاع الست البسيطة اللي على قد حالها، ست بص بتكافح لبيتها ولولادها وعايزة تسعد ولادها بأي حاجة. ست بتعمل كل اللي وراها، بتعمل كل اللي وراها وعلى بيتها ولولادها، وتعمل شغل بيتها وتوفر لولادها السعادة وراحة البال والأمان والاطمئنان. النهاردة بإذن الله يا جماعة أنا ست، بصوا عايزة أقول لكم أنا واحدة، آه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. انا واحده طبيعيه جدا، ست بيت بسيطه جدا جدا، بقدم لكم الروتينات بتاعه بيتي او الروتين اللي بعمله في بيتي، ان كان طبخنا ان كان فطرنا ان كان غدانا، الروتين اللي بعمله بحيث ان احنا ننشط بعض، وبحيث ان ده كمان شغل يا جماعه ومصدر رزق ومصدر رزق وسعادتي وبيتي. انا عندي بيتي هو ولادي وحياتي كلها هو بيتي، وسعادتي بتبقى في بيتي وفي وسط ولادي. النهارده باذن الله هنعمل فطار بسيط كده وسهل. كنت طبعا سلقت بطاطسين كده، بمسك البطاطس اسلقها ازاي، بقشرها واقطعها حلقات صغننه خالص او حلقات رفيعه، واحطهم على النار في شويه ميه صغيرين وشويه ملح، واسيب البطاطس بقى على النار لحد لما تستوي. بصوا الطريقه دي حلوه قوي لو انت مستعجله كده وعايزه تسلقي بطاطسين بسرعه الفطار، على ما تعملي شويه فول او تعملي طعميتين او تجهزي الفطار هتكون البطاطس استوت. طبعا البطاطس ما بتاخدش اي سوا خالص، سوا بسيط خالص. بنمسكها بقى تهرسها كده بشويه كمون وحته سمنه، والله بقى لو عندك حته قشطه كده او من وش اللبن او حبه لبن كمان بيبقى يخليها تحفه. يعني انت لو ما عندكيش قشطه من وش اللبن، حط شويه لبن عندك كده حليب عادي خالص، بيخليها بقى تبقى فاتحه وبيضه وتبقى طعمها جميله غنيه كده وتبقى عسل. صراحه ما كانش عندي قشطه ولا حاجه، فحطيت اكتفيت بحته سمنه وحطيت عليها شويه كمون وشويه ملح كده وشويه فلفل اسود صغنطتين خالص، وده كان الفطار بتاعنا، وحته جبنه، وكنت قاليه طعميه وطماطم وخيار وعسل على طحينه كده لان ولادي بيحبوه، وكمان حته حلاوه كده. ده الفطار بتاعنا كده بسيط النهارده وسهل. طبعا كل يوم بتحتاج فطار شكل ومختلف، فانا بحاول ان انا اعمل فطار بحيث ان يفتح نفسي يعني لاولاده وكده. النهارده بقى هنعمل غدانا بتاعنا النهارده هنعمل ان شاء الله باذن الله سمك مقلي، وهنعمل كمان رز البني. هقولك على طريقه حلوه ان شاء الله تعملي بها الرز البني، ولو مش بتحبوا البصل بالرز البني هقولك بقى ان شاء الله هنعمل ايه في الفيديو. طبعا انا جبت السمك ده يا جماعه، انا كنت جايبه السمك دوت ب80، بس هي سمكة جميلة ما شاء الله، هي باينة انها صغيرة بس هي ما شاء الله سمكة كبيرة وحلوة. كنت جايبة على الكيلو على 80. قلنا بقى هنبدأ السمك بتاعنا نمسكه نغسله كده وننضفه. بص ما شاء الله كانت سمكة صاحية بتطلع، انا كنت عايزة اوريكم انها بتتلعبط ازاي، يعني كانت السمكة صاحية وعمالة تتلعبط في قلب الحوض. بدأت بقى ان انا همسك السمك انضفه، طبعا زي ما انا قلت لكم بقى الايام دي السفند كتير، جبت سفندية كده ومسكت بقى غسلت السمك بقى، الله بقى على الجمال وعلى الريحة، مفيش زفارة نهائي.
بصوا بالسمك السفندي بقشرها بحالها كده، قمت ماسكاها في قلب السمك ودعكه السمك كله بالسفندية دي، وسبتها في الميه شويه كمان، سبت السمك في الميه بتاعه السفندي، مفيش اكتر ولا اقل من كده، مزودتش اي حاجه تاني. طبعا السمك ما بيتغسلش كتير لا بخل ولا كلام من ده خالص عشان ما ينهريش مننا، هي بس كفايه يا اما ليمونه يا اما سفندية. طبعا في موسم السفندي ده لما بكون احنا في موسم الشتاء طبعا بقى السفندي كتير والبرتقال كتير، فانا بحب ايه اغسل حاجاتي طيوري وسمك وحاجاتي بالسفندي. بيبقى في سفندي في يا جماعه، بيبقى في السوق صغير كده، بجيبه واعمله زي الليمون بالظبط، استعمل منه زي الليمون في الطيور، في غسيل الطيور، في غسيل السمك، وفي كل حاجه ما استغناش عنه ابدا. هنعمل بقى، نقيت طبعا الرز معاكم، هنعمل ان شاء الله رز بالبصل. بس انا بقى هقول لكم ازاي. طبعا انا عندي ولادي ما بيحبوش البصل في الرز، فانا هعمل ايه بقى علشان خاطر ولادي ياكلوه. هقول لك بقى هنعمل ايه. انا جبت بصله حلوه كده وقطعتها، طبعا هبدا ان انا اخرطها تناعم خالص واحمرها. لو انت حتى مش حابه تقطعها ناعم مش مشكله، الطريقه دي مش مشكله، ان انا هصفي البصل خالص، انا بس هحمره هاخد اللون الحلو بتاعه، هحط بقى عليه شويه زيت وهبدا بقى احمر البصله بتاعتي، انا عايزاها يبقى لونها حلو، هحمرها لون غامق شويه عشان الرز يبقى لونه حلو. وده حسب طبعا ما انت حابه الرز بتاعك يكون لونه فاتح او غامق. بصراحه الرز بتاعي ما كانش لونه غامق قوي، انا استكفيت ان هو يبقى لونه يعني ايه فاتح شويه. طبعا البصله انا حمرتها حلو زي ما انتم شايفينها، طبعا يا جماعه هي مش محروقه بس انا مديها لون غامق، محمراها جامد. هسيبها لما تغلي بقى في الميه كده من غير ملح ولا اي حاجه. طبعا بصوا بقى اللهم بارك، شايفين البصله بقى غليت والميه بقى ما شاء الله بقت لونها جميل بني اهو. هبدا بقى ان انا هعمل ايه. طبعا ابني مش عايز البصل في قلب الرز خالص، مش عايز اي الرز ما يبانش فيه اي حبه بصل. قلت بقى خلاص انا هصفيه. بصوا صفته اهوت، صفت البصل خالص من الرز من الميه قصدي بتاعتها، وبعدين رجعت الميه تاني في قلب الحله بتاعه الرز. بصوا اللون حلو ازاي ما شاء الله. هبدا بقى انزل بالرز بتاعي، طبعا انا كنت غسلته زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. هبدا انزل بيه في قلب الحله كده على ايه، على الميه اللي هي بقى لونها بني جميل اهو، ما شاء الله ما شاء الله. هنزل بقى كمان، بصوا دي حته دقه كده كنت عاملاها للسمك، طبعا ده توم بشطه حمراء بفلفل بكمون. نزلت عليه مش فلفل كمون شويه ملح، نزلت برضو ديت لو انت حابه يعني، بس هقولك بتدي للرز طعم تحفه، رز الصياديه ده. نزلت بقى بشويه ميه، هظبط الملح بتاع الرز بتاعي كده وخلاص هغطي عليه واسيبه يستوي. شايفه بقى السمك جميل ازاي، عايزه اقول لكم تحفه. ريحته مش عايزه اقول لك، ريحه الجمال وريحه النظافه من السفنديه اللي انا حاطاه، تحفه يا جماعه تحفه. خلاص ما شاء الله هبدا احشي السمك بتاعي كله اهو بالطريقه دي كده، وهحط الزيت بقى على النار ونبدا نقلي السمك بتاعنا. الغدا بتاعنا يا جماعه غدا سهل وبسيط، زي ما قلت لكم انا ست بيضه وست بيت بسيطه، وست بتحب عيلتها، وبحب اعمل الحاجات البسيطه، مانيش معقده خالص في حياتي، وبعمل لاولادي الحمد لله كل حاجه. وكل اللي انا بعمله في بيتي او في روتيناتي يعني انا بقدمه لكم، لانه دي يا جماعه شغلي زي ما قلت لكم، لازم ان انا اصور كل يوم، لازم عشان خاطر القناه وانزل. والله العظيم وساعات ما بنزلش يعني كتير، يعني في اوقات كتير قوي ما بنزلش كل حاجه بعملها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش يا حبيبه قلبي تصلي على رسول الله كده في الكومنتات، وتكتبي لي كومنت حلو زيك كده، وكمان اللايك بتاعك الجميل ما تنسوهوش، وتسلم ايدك على اللايك كمان. السمك بقى كده ايه، الزيت طبعا بتاعي سخن، بدأت ان انا انزل بالسمك في الدقيق، وانزل بيه على طول في الزيت السخن. طبعا السمك بعد ما حشيته بالدقه الحلوه ديت، قمت رشه عليه شويه كمون وشويه ملح، وسبته شويه كمان، يعني انا ما قلتوش على طول، انا سبته حبه. وبدأت بقى ان انا اقلي في السمك. خلاص بقى هنعمل شويه سلطه خضرا كده، عايزه اقول لكم عسل. طبعا شويه طماطم بقى انا جبتها، وجبت قرن شطه، وجبت حته خياره نص خياريه كده وحبه خضره، شبت على كزبره او كزبره بس زي ما انت حابه يعني. وبدأنا نعمل سلطه خضرا حلوه طبعا جنب السمك، ما نستغناش عنها طبعا. جبت نص خياره بس كده، وقلت ايه هبدأ اقطعها بقى كده عشان تبقى السلطه كده غنيه وتبقى طعمها حلو، والخضار كمان مفيد وحلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بقى نقطع الطماطم بتاعتنا كلها بنفس الطريقة أهو.
الطماطم ما شاء الله جامده وحلوه وزي العسل. ان شاء الله باذن الله انا حاولت ان في دماغي باذن الله ان انا يوم السوق الجاي اجيب شويه طماطم كده علشان نعمل صلصه بقى رمضان، لان الطماطم هتشد يا جماعه، فاللي عايز يلحق بقى يعمل شويه صلصه ولا حاجه لازم يلحق يجيب اليومين دول. نعمل شويه طماطم كده، او لو عندك فريزر بقى خزنيها، انت ممكن تخزني الطماطم كمان سليمه. يعني في ناس بتجيب الطماطم وتخزنها زي ما هي سليمه، تغسلها وتحطها في كيس وتسيبها زي ما هي، ما بيجرلهاش اي حاجه برضه. يعني ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده، بس اللي بيعمل كده بقى اللي بيبقى عنده ايه فريزر كبير او عنده فريزر بمعنى اصح. لكن انا ما عنديش فريزر، انا عندي التلاجة بتاعتي، انا بخزن في الفريزر بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. طبعا جبت جزرتين بقى كده صغنطتين وقمت مخرطاها مع السلطه كمان، بتدي للسلطه طعم تحفه كده تحفه. هبدا بقى اقلب الخضار الجميل ده، بسم الله ما شاء الله. بصوا طبق من ده بصراحه انا كفيله، بصوا انا احب الطبق ده جدا، يغنيني بصراحه جنب السمك كده اهو. تاكلي منه كده ما شاء الله، صحي ومفيد وطعمه زي العسل. بدات ان انا اقلي السمك بتاعي واطلعه، اطلعه على طول من الزيت. شايفين الرز بتاعي بسم الله ما شاء الله مفلفل وعسل ازاي تحفه، ولونه حلو جدا جدا. لو انت حابه يبقى غامق عن كده سيب البصله تغلي شويه مع الميه قبل ما تصفيها، لكن هو اللون ده كده حلو وجميل. نبدأ نطلع السمك. احنا بنحب السمك بتاعنا يا جماعة المقلي، يعني بيبقى متحمر شوية او بمعنى اصح مقلي، يعني ناشف شوية مقرمش كده. عيالي بيحبوه بيبقى مقرمش، مش بيحبوا طري. يعني انا بصراحة مش بنشفه قوي قوي يعني، بس انا بديله تحميرة حلوة ولون حلو. نبدأ بقى نغرف في الغدا بتاعنا كده. خلاص كل حاجة جهزت والرز بتاعنا جهز بسم الله. وانتوا شايفين لونه يا جماعة تحفة اهوت، بسم الله ما شاء الله تحفة. وادي كده الاكل بتاعنا جهز ما شاء الله، اللهم بارك. حمرت بقى بطاطستين كده، وطبعا كان عنده خضار خس وجرجير غسلته. وادي السمك بتاعنا وقطعت خيارايه. وادي الغدا بتاعنا النهارده، وادي الروتين بتاعنا واليوم بتاعنا. يا رب يكون اليوم كده سهل وبسيط عليكم، وما اكونش بزهقكم ابدا في الفيديوهات بتاعتي، وتكون فيديوهاتي كمان خفيفه على قلوبكم. ادي الغدا بتاعنا بسيط ويوم سهل وبسيط كده من الروتينات بتاعتي، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصوا وعايزه اقول لك الرز ده كان خطير، كان ريحته في منتهى الجمال ما شاء الله ما شاء الله. هو لونه مش غامق قوي بس هو تحفه، وهو غامق عن كده كمان، هي الاضاءه فاتحه شويه كمان، بس هو لونه زي العسل. وبألف هنا وشفا يا رب علينا، وبألف هنا وشفا للي كل. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش اختكم بقى في اللايك الجميل بتاعكم وكومنت حلو. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، ومع الف سلامه.